السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وأسبوع جديد من اليو اس بوكس أوفيس. وفي حلقة النهاردة هنستعرض لكم آخر أخبار الأفلام الجديدة اللي صدرت الأسبوع ده، وكمان هنتعرف على ترتيب أفضل 10 أفلام حققت إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بالمركز العاشر بفيلم الرعب ثانكس جيفنج، واللي تراجع من المركز الخامس الأسبوع اللي فات. الفيلم من نوعية أفلام الرعب والغموض والإثارة، وحصل على تقييمات 7 من 10 على موقع اي ام دي بي بإجمالي تصويت 10000 صوت، وحصل على 78% من تقييم الجمهور وعلى 82% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 50 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 2 مليون و630 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 3 أسابيع عرض 36 مليون و777 ألف دولار. وفي المركز التاسع دخل فيلم الأكشن الجديد سايلنت نايت، والفيلم من نوعية أفلام الأكشن والغموض والإثارة، وحصل على تقييمات 6.1 من 10 على موقع اي ام دي بي بإجمالي تصويت 962 صوت، وحصل على 59% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 40 مليون دولار، والفيلم حقق إجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض ليه 3 مليون دولار. ودخل للمركز الثامن تاني فيلم جديد معانا للأسبوع ده، فيلم الخيال العلمي ذا شيفت، والفيلم من نوعية أفلام الخيال العلمي والغموض والإثارة، وحصل على تقييمات 6.6 من 10 على موقع اي ام دي بي بإجمالي تصويت 803 أصوات، وحصل على 85% من تقييم الجمهور وعلى 40% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 6.5 مليون دولار، والفيلم حقق إجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض ليه 4 مليون و358 ألف دولار. There is nothing that I won't do to you. ودخل للمركز السابع تالت فيلم جديد معانا الأسبوع ده، فيلم الأكشن الهندي أنيمال، والفيلم من نوعية أفلام الأكشن والجريمة والدراما، وحصل على تقييمات 7.5 من 10 على موقع اي ام دي بي بإجمالي تصويت 18 ألف صوت، وحصل على 86% من تقييم الجمهور وعلى 38% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 24 مليون دولار، والفيلم حقق إجمالي إيرادات في السينمات الأمريكية في أول أسبوع عرض ليه 6 مليون و140 ألف دولار. जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। जब मर गया वो। وفي المركز السادس جه فيلم الأكشن نابليون، واللي تراجع من المركز الثاني الأسبوع اللي فات. الفيلم من نوعية أفلام الأكشن والمغامرة والسيرة الذاتية، وحصل على تقييمات 6.6 من 10 على موقع اي ام دي بي بإجمالي تصويت 45 ألف صوت، وحصل على 58% من تقييم الجمهور وعلى 59% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 200 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 7 مليون و125 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في أسبوعين عرض 136 مليون و640 ألف دولار. Whose country are we in? Mine. وجه في المركز الخامس فيلم الانيميشن وش، واللي تراجع من المركز الثالث الاسبوع اللي فات. الفيلم من نوعية افلام الانيميشن والمغامرة والكوميديا، وحصل على تقييمات 5.9 من 10 على موقع اي ام دي بي باجمالي تصويت 7300 صوت، وحصل على 81% من تقييم الجمهور وعلى 48% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية انتاج الفيلم
ل 200 مليون دولار، والفيلم حقق الاسبوع ده ايرادات 7 مليون و412 الف دولار، وبكده يكون حقق اجمالي ايرادات عالميا في اسبوعين عرض 81 مليون و555 الف دولار. Last night, I made a wish on a star. And the star answered. وفي المركز الرابع جه فيلم الانيميشن ترولز باند توجذر، والفيلم من نوعية افلام الانيميشن والمغامرة والكوميديا، وحصل على تقييمات 6 من 10 على موقع IMDb باجمالي تصويت 5500 صوت، وحصل على 92% من تقييم الجمهور وعلى 61% من تقييم النقاد. وصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 95 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 7 مليون و600 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 3 أسابيع عرض 160 مليون و638 ألف دولار. Did you just braid my hair? You're welcome. It looks so good. I love it! Is your dad King Peppy? Yeah? Poppy, I'm your sister. My what? Hey man, am I the only one without a long lost sibling? ودخل للمركز الثالث رابع فيلم جديد معانا للأسبوع ده، فيلم الأكشن الياباني جودزيلا ماينس 1، والفيلم من نوعية أفلام الأكشن والمغامرة والخيال العلمي، وحصل على تقييمات 8.5 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 4800 صوت، وحصل على 98% من تقييم الجمهور وعلى 97% من تقييم النقاد. ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم ل 15 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 11 مليون و31 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه 34 مليون و162 ألف دولار. وجه في المركز الثاني الجزء الجديد من سلسلة أفلام The Hunger Games، واللي تراجع من المركز الأول الأسبوع اللي فات، والفيلم من نوعية أفلام الأكشن والمغامرة والدراما، وحصل على تقييمات 7.2 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 41 ألف صوت، وحصل على 90% من تقييم الجمهور وعلى 66% من تقييم النقاد. ووصل ميزانية إنتاج الفيلم ل 100 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 14 مليون و500 ألف دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في 3 أسابيع عرض 243 مليون و943 ألف دولار. Engulfing the world. You're monsters! All of you! Good luck with that poor little songbird. Where is she? وفي المركز الأول والمتصدر البوكس أوفيس للأسبوع ده فيلم الموسيقى الجديد رينيسانس، والفيلم حصل على تقييمات 9.2 من 10 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 1100 صوت. وصل ميزانية إنتاج الفيلم ل 20 مليون دولار، والفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 21 مليون دولار، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات عالميا في أول أسبوع عرض ليه 27 مليون و400 ألف دولار. وبكده خلصت حلقتنا عن آخر أخبار أفلام البوكس أوفيس، فبتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش لو حابين تتعرفوا على آخر أخبار أفلام البوكس أوفيس الهندي أو أفلام البوكس أوفيس الكوري، هتلاقوا سايب لكم روابط الحلقات في الوصف، ويسعدني إنكم تتفرجوا عليها وتقولوا لي رأيكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.